السلام عليكم. اليوم جبت لكم واحد الطبق اللي كيعشقوه الكبار والصغار، الكرعين بالحمص بطريقتي الخاصه، معسلين طريين وكيذوبوا في الفم. وصفه اللي سهله وناجحه الا تبعتوا الخطوات. خليكم معايا خطوه بخطوه. نبداو على بركه الله بالكرعين اللي غسلتهم مزيان وحطيتهم في طنجره الضغط. كنضيف عليهم القليل من الزيت، تقدروا تضيفوه كيف ما تقدروا تستغناو عليه حيت الكرعين اصلا هما كيطلقوا ليدام. غنضيف عليهم واحد البصله اللي قطعتها شرائح، تقدروا تقطعوها مربعات ما كاينش مشكل. اصلا الكرعين كيف ما كتعرفوا كياخذوا الوقت، واي حاجه ضفناها راه ما كتبقاش في الحجم ديالها. غادي نضيف ايضا الثوم اللي قطعته على هذا الشكل، وغادي نبدا نضيف عليهم التوابل. درت ملعقه كبيره ديال السكنجبير، ملعقه كبيره ديال التحميره، غادي نضيف عليهم ملعقه كبيره من قزبر يابس، غادي نضيف كذلك ابزار، غادي نضيف كمون، كنضيفو كذلك الملح، انا راني ضفتها غير ما تصوراتش. غادي نضيف ملعقه كبيره ديال الخرقوم، وغادي نخلط كل شيء. انا غادي نضيف في هذه المرحله ربطه ديال الربيع باش يعطي المذاق ديالو من الاول، ومن بعد غادي نحيدو. واللي غادي يبغي يضيف الربيع مقطع يتسنى حتى يبغي يرمي الحمص ويضيفو، من الاحسن ما يضيفوش في هذه المرحله. كنضيف عليهم الماء، كنحاول انني نغطيهم بالماء وكنشعل عليهم النار، نسد عليهم طنجره الضغط، كنخليهم يطيبوا غير كيدخلهم طياب. كنضيف عليهم الحمص وكنخلي الحمص يكمل الطياب ديالو معاهم. هكا كيكونوا واجدين في هذه المرحله. اللي بغى يضيف عليهم الزبيب يكون مرقدو في الماء من قبل، ويضيف معاهم حتى معلقه كبيره ديال العسل. انا بالنسبه ليا كنفضلهم هكا غير بالحمص، ما كنبغيش نضيف عليهم زبيب نهائيا. وهكذا كيكون طبق الكرعين واجد. جربوه غادي يعجبكم بلا شك. الا عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش ديروا لايك الفيديو وتشتركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد، وكتبوا لي في التعليقات شنو الطبق اللي بغيتوني نحضره معكم المره الجايه.